ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وما تفتريش كذب، وأنا أتحمل مسؤوليتي. قال لك تجي عندنا نعطيك تزكية وكذا، ولكن تخلى على هذه المبادئ، تخلى على هذه كلمة الحق، يعني راوغ شوية، دير شوية، تنازل شوية. وأنا عاهدت الله عز وجل بل أن كل واحد صعد المنبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وأنه يعني راه عنده مسؤولية عظيمة ومسؤولية جسيمة مع الله سبحانه وتعالى. هذا يوم القيامة غيسألني الله أنا واش كنت نقول لكم الحق. شنو هو الحق؟ هو دين الله. الحق شنو هو؟ هو كتاب الله. الله تعالى شكون اللي قام على هذا المسجد؟ شكون اللي كان حارس باش يتبنى؟ شكون اللي كان واقف؟ شكون اللي كان تيمشي ساعة؟ شكون اللي كان يعني أنه يعني كيدير ما فيش عنده باش بنى هذا المسجد؟ هذا المسجد قام تقريبا 40 مليون. شكون اللي ساهم؟ ساهموا فيه الناس ديال القبيلة، وساهموا فيه الناس المحسنين، وساهمت فيه أنا بالكلمة. كنتكلم جمعة مور جمعة وكنحث الناس وكذا، والناس الحمد لله ساهموا ووقفوا. ولكن كانت لجنة كانت بعينة هي اللي كانت واقفة على المسجد، وهي اللي كانت يعني كتصرف على المسجد، وهي اللي كانت شادة الفلوس ديال المسجد، وهي اللي كانت يا ربي انتقم لنا ممن ظلمنا، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، اللهم انتقم لنا ساهم من قريب أو بعيد في إغلاق هذا المسجد، يا ربي انتقم لنا. هؤلاء الناس معتمدين على قوتهم وعلى أموالهم وعلى سلطتهم، ونحن نعتمد عليهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ناصر المستضعفين ويا قاهر الجبارين، يا ناصر المستضعفين ويا قاهر الجبارين، انتقم لنا مما ظلمنا وممن أغلق هذا المسجد يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا عظيم الشان. اللهم إنك تعلم أن لا نريد تفريطا ولا نريد كتابا ولا نريد استقامة. هؤلاء الناس يحطموا هذه الجريمة يا رب اجتنابا، يا رب انصر من نصر الدين، يا رب انصر من نصر الدين، يا رب وانقذ من خذل المسلمين وانقذ في عون المجاهدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ونكون خاسرين وتاتنا في الطريق وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. لا اله الا الله. غتعتقد اللجنه، غتنعقد اللجنه، هذه اللجنه كاع ما تتنعقد على اللجنه ديال المسجد، عاد ديال بيت الله هي اللي تتعاقد. الماء ديال السقا باقي كذلك كيف ما ذكرنا عليه، كيف ما باقي الماء ديال الشعب باقي كيف ما كان، السبيطار باقي هو. اذا هاد الامور كلها واش كاين غير المسجد صافي؟ علما بان المسجد عنده واحد 5 ديال الناس، علما بان المسجد والقائد ما بغاش يرضى يخرج عندنا، علما بان المسجد علما بان المسجد فراه عنده واحد 5 ديال الناس ولا 6 هما اللي نوضوا هذه الحركه هذه، وامور واضحه. حاليا من عطاوهم يديروا الجمعه في الجامع عندهم كلشي والله واضح. المسجد اغلق لاصلاحات، فالمسجد ملي كان تيتبنى كانوا الركايز
كان يلاه تيداروا وحنا صلينا فيه، حاليا غلقوه وبغاونا نمشيو نفسحوه باش هما من بعد يتابعونا. فنحن نقول للسيد القائد باننا غنصبوا خيابنا تما وغنصبوا خيام في المسجد وسنصلي الصلاه وسنعتصم الى ان يتحرر هذا المسجد، الى ان يتحرر هذا المسجد وسنتابع كل من له المسؤوليه. فنحن نقول لن نتخلى عن مسجدنا، لن نتخلى عن مسجدنا الى اخر قطره فيه من دمنا.